ما تغلطش غلطة غيرك وتروح تجيب منتج وتشتغل عليه على طول بدون ما تفكر في سياسة التسويق اللي انت هتشتغل بيها. ده غلط تماما. لازم تفكر الاول ازاي تسوق للمنتج ده، ازاي هتبيع المنتج ده قبل اصلا ما يكون في ايدك. ما تغلطش غلطة غيرك وتسعر المنتج بتاعك بناء على سعر التكلفة وبس، وتحط عليه هامش ربح وتقول انا كده مرضي هبيع وهكسب والدنيا هتكون تمام. كده هتكون سياسة التسعير بتاعتك غلط تماما، لان هيكون عندك تكاليف ومصاريف كتير لازم تحطها في حساباتك، زي تكاليف التسويق، تكاليف الاعلانات، تكاليف الشحن، تكاليف المرتجعات والهالك، تكاليف العروض الموسميه واكواد الخصم والمسابقات والباكجات، وتكاليف تانية كتير هتظهر معاك طول ما انت شغال. فلو ما عملتش كده صدقني هتكون خسارتك اسرع واقرب بكتير من مكسبك. ما تغلطش غلط في غيرك وتشتغل اعلانات مموله على طول بمجرد ما تخلص تصنيع المنتج ويكون خلاص جاهز للبيع، لان الناس ما بتشتريش منتج مجهول الهويه حتى لو منتج استهلاكي ومطلوب في السوق. وصدقني حتى لو بعته بارخص سعر برضه مش هيحقق المبيعات المطلوبه. فالافضل اول خطوه تعملها انك تعمل تغذيه على الحسابات بتاعتك على السوشيال ميديا، تعمل فيديوهات كتير، تعمل فوتوشوتس للمنتجات بتاعتك بشكل كويس. وبعد كده لما تكون جمهور ولو بسيط جدا تبتدي تعمل اعلانات مموله تدريجيا.